40% قرار البنك المركزي اليوم، ومصير الشهادات الجديدة بالبنك الأهلي وبنك مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أهم متابعين في القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. واللي شايف انه بيستفاد معايا في القناة فضلا وليس امرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. ويلا بينا نشوف الفيديو اللي معايا النهاردة. في قرارات كبيرة بيتم إصدارها خلال الشهر ده بسبب التطورات السريعة واللي بتمر بيها الدولة سواء محليا أو عالميا، لأن كله بيأثر على الاقتصاد العالمي وبيأثر تأثير مباشر على الاقتصاد المحلي. وشفنا القرار الأخير أمس إن الكثير من البنوك أصدرت قرارات بإيقاف المعاملات بالعملات الأجنبية ببطاقة الخصم الفوري مع استمرار استخدامها داخل مصر في المشتريات والسحب النقدي. والقرار ده كان قرار هام مع انه هيكون له تأثير سلبي على الكثير من العملاء زي اللي كان بيعمل بيها اعلانات ممولة او بيشتري بيها من على النت اي مستلزمات. بس لازم تعرف ان القرار ده في صالح الدولة، لان كان في ناس كتير بتستغل نقطة الربح الكتير والسريع، وده عن طريق الشراء بها من الخارج على تسعيرة الدولار بالبنك. فكان في ناس كتير بتسافر بره وبتاخد معاهم بطاقة الخصم الفوري وبيتم بها الشراء سواء ذهب او مشتريات كبيرة على السعر المعلن فيه من البنك المركزي بالدولار. وطبعا ده بيأثر تأثير سلبي وبيؤدي لزيادة الضغط على العملة الأجنبية. وبرضو النهاردة أصدر البنك المركزي قراره عن تراجع مستوى التضخم الأساسي ل39.7% في سبتمبر 2023 مقابل 40.4% في أغسطس 2023، حيث سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلا شهريا بلغ 1.1% في سبتمبر مقابل معدل شهري بلغ 1.6% في نفس الشهر في العام السابق. كل ده طبعا هيكون له تأثير على قرار البنك المركزي في اجتماعه القادم بخصوص الشهادات المتوقع إصدارها سواء من البنك الأهلي أو بنك مصر. وانتظروا معانا كل جديد هيتم إصداره من جميع البنوك. كل اللي عليك انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من أخبار البنوك والشهادات. انتظرونا، إلى اللقاء.